من اكتر الكيكات الناجحة السريعة المبهرة في جمالها، زائد انها من اشيك الكيكات اللي تتقدم مع كوباية الشاي لأي ضيف او لينا عموما يعني في البيت. كيكة اصحاب المزاج العالي والذوق الرفيع هي الماربل كيك او الكيكة الرخامية. كيكة غنية ما يتشبعش منها. هتلاقي كل المقادير مكتوبة داخل الفيديو، اللي حابب ياخد سكرين. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مقاديرنا وطريقتنا مع بعض. اول حاجة معايا نص كوباية زيت على زبدة او زيت على سمنة، براحتك خالص المتاح عندك. احنا عاملين خليط من الزيت والزبدة مع بعض، نص كوباية. عليهم كوباية وربع من السكر البودرة، هي قبل ما تتضرب كانت كوباية من السكر العادي، كوباية الا معلقة، ولما طحنتها في المطحنة بقت كوباية وربع تقريبا. الوزن بالظبط 180 جرام، وانا كده كده كاتبه لكم المقادير بالكوب وبالميزان في الفيديو، للي حابب ياخد سكرين ويبقى دقيق في المقادير بتاعته. ضربت الزبدة والسكر والزيت مع بعض، وبعد كده لحد ما بقوا قوامهم كريمي جدا، كل ده بمضرب الويسك واحنا واقفين. وهبتدي بعد كده انزل ببيضه بيضه، انزل باول بيضه واضربها لحد ما تختفي، ونزلت بالبيضه التانية ضربتها لحد ما اختفت، وهنزل بالبيضه التالتة برضو هضربها لحد ما تختفي. مقدار الكيكه بتاخد 3 بيضات. وطبعا البيض ده حطيت عليه طبعا معلقه من صغيره من الفانيليا. هضرب الكلام ده كله مع بعضه لحد ما يتجانس ويديني قوام كريمي جدا، قوام كده تحسوا ان هو ناعم كده، خليط ناعم معاكي. المهم ان انتي تاخدي وقتك في الضرب، علشان خاطر ده مهم جدا ان انتي توصلي للقوام ده. هنزل بعد كده بالدقيق، معايا كوبايه ونص من الدقيق، يعني حوالي 200 جرام. بنزل بيهم بقى على منخل، انخلهم وشويه بشويه، مش بنزل بمقدار الكيكه الدقيق مره واحده، علشان يبقى الموضوع سهل معايا في التقليب. نزلت باول شويه، هخلطهم كويس جدا. وزي ما انت شايفه كده انا بخلط من فوق لتحت كده، يعني بحاول كده بالراحه وبشويش اخفي الدقيق في الخليط السائل ده بالراحه، وباخد راحتي وانا بعمل الحركه دي، علشان يبقى كل حاجه متجانسه مع بعضها والخليط يبقى ناعم معاكي في النهايه. بنزل بخليط الدقيق ده حوالي على 3 مرات، اللي هما كوبايه ونص، بنزل بيهم على 3 مرات في خليط الكيك لحد ما يتجانسوا معايا تماما، ويبقى الخليط هتشوفوه دلوقتي معايا ناعم جدا. بصوا الخليط بيكون ناعم ازاي، عشان بنزل بدي بشويه بشويه. اخر شويه بقى بنزل بيهم واحط عليهم معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، او معلقه كبيره. انا بستخدم كيك شيف او بيكنج باودر دريم عموما. بعتذر لكم جدا على صوتي، انا واخده دور برد محترم محترم، يعني بقالي 3 ايام مش قادره اتكلم، والنهارده لما عرفت ان انا اتكلم طلعت لكم بتسجيل الفيديو. المهم ان انا ضربت لحد ما خليط الكيكه بقى ناعم معايا خالص خالص. في الاخر بنزل بربع كوبايه من الحليب المغلي او الساخن جدا. خطوه الحليب الساخن دي انا بعملها في جميع انواع الكيكات. اي كيك انا بعمل خطوه الحليب الساخن دي، لان دي اظبط طريقه لاي عمل كيك. خلي الحليب ساخن في الاخر خالص. تمام. قلبت كده كله، الخليط بقى معايا ناعم، بصوا ولونه فاتح، خليط مظبوط جدا جدا جدا. هبتدي ان انا اقسم الخليط ده نصين، حطيت نصه في كيس، والنص التاني حط عليه معلقه كبيره من الكاكاو الخام، علشان طبعا دي كيكه رخاميه، بيبقى ايه نصها شوكولاته ونصها فانيليا. طبعا معلقه الكاكاو دي هتخلي لي الخليط سميك شويه او يتقل شويه، فانا هدعمه بمعلقه ميه او معلقه لبن، اي حاجه. هقلب لحد ما الخليطين يبقوا نفس القوام بالظبط. هقلب كده ويكون كده خليط الكيك الشوكولاته جاهز معايا. بعمل ايه؟ بفضيهم الاتنين في كيسين، كيس تلاجة، كيس حلواني، اي حاجه المتاح عندك. جبت الصينيه بتاعتي، صينيه الانجليش كيك، ودهنتها دهنه زبده بسيطه. لو حابين عايزين تفرشوا عليها ورقه زبده مفيش مشكله، انا دهنتها دهنه زبده بس. وبعد كده هبتدي ان انا احط جزء من خليط الفانيليا، وبعدين شوكولاته، وبعدين فانيليا، وبعدين شوكولاته، زي ما انتوا شايفين دلوقتي الصوره موضحه امام حضراتكم. الصينيه دي طولها 25 وعرضها حوالي 12 سنتي. تمام. لو انتوا حابين تعملوا في صينيه عاديه، صينيه عادي، اعملوا في صينيه مقاس 26 برضو، بس طبعا هنضاعف الخليط لمرتين 2، يعني هنضاعف كل الكميه دي. بفضل انزل كمية الشوكولاتة مع كمية الكاكاو، يعني الفانيليا مع الشوكولاتة مرة ورا مرة ورا مرة. بس عايز اقولك على حاجة، وانتي بتقسمي الخليط خلي كمية الابيض او الفانيليا اكتر من كمية الشوكولاتة، بتبقى شكلها احلى.
تمام. اخر حاجه كده كنت حطاها خلاص، دي كده المقادير مكتوبه للي حابب ياخد سكرين بالكوب وبالميزان. هعمل ايه في الوقت ده؟ طبعا انا كنت مشغله الفرن بتاعي قبلها ب5 دقايق بس، قبل ما ادخل الصينيه في الفرن مشغلاه قبلها ب5 دقايق بس، لحد ما احقق الحراره اللي هي 180 اللي هو حراره متوسطه. حطيت الكيكه دي، وضروري جدا بقى تركزوا في موضوع التسويه عشان الكيكه دي سهله جدا هي تتحرق منكم لو انتوا سويتوها غلط. انا حطيت الكيكه دي في الرف اللي تحت الشوايه. طبعا انا ما بشغلش الشوايه، انا بشغل الفرن من تحت فقط، وبتاخد حوالي 50 دقيقه، بتغيب شويه. ليه؟ لان هي ارتفاعها عالي، فطالما ارتفاعها عالي هتاخد وقت، وانا رافعاها من تحت خالص، يعني انا مخليها فوق، الشعله اللي تحت هي اللي شغاله وانا مخليها فوق. فلما بتكون فوق خالص تحت الشوايه، رفل تحت الشوايه على طول، ده بيساعد ان توزيع الحراره بيكون منتظم، تاخد وقتها في السوى المظبوط، ولكن بتكون لونها حلو موحد من فوق ومن تحت. انا هقلبها لكم دلوقتي وهتشوفوا لونها من تحت. عملت ايه؟ الخطوه دي بقى اختياري. انا جبت 150 جرام من الشوكولاته الخام، سيحتها في حمام مائي او في الميكرويف 30 ثانيه في 30 ثانيه، وبعدين نزلت عليها بمعلقه كبيره من الزيت، وبعدين هبتدي ان انا اصبها على الكيك. دي طبعا خطوه اختياريه، حابين تعملوها مش حابين هتستكفوا بالكيك كده، هو كده مش محتاج اصلا اي حاجه خالص. بصوا لون الكيك من تحت والمسام، لون الكيك من تحت نفس اللون من فوق، هي درجة لون واحدة، مفيش اختلاف. وده علشان التسوية بتاعتي انا ماشية بيها مظبوط. هتعملي التسوية زي ما قلتلك هتحصلي فعلا على نتيجة مرضية جدا. الكيك بيكون دافي يعني بارد، والشوكولاتة بتكون متسيحة لسه. بنزل بيها على شبكة كده رايح جاي لحد ما اغطي كل الكيك بالشوكولاتة الخام، وبسيبها طبعا تشد شوية على الكيك. حابة ان انتي تزيني بمكسرات، بجوز هند، سوداني، براحتك جدا جدا. حابة تخليها كده برضو براحتك. انا اديتها كده، كسرت اللون شوية كده فستق مجروشين على الوش عشان اكسر لون الشوكولاتة. ده بيكون شكلها بيكون شيك جدا 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 لأي ضيف جايلك. واحدة صاحبتك جايالك، عايزة تقدمي حاجة لجارتك، يعني بصوا جميل، عايزة تاخديها هدية وانتي ماشية رايحة زيارة لحد، هي جميلة جميلة وشياكة الصراحة، ومحدش بيختلف عليها نهائي، وبتعجب اي حد، ذوقها متماشي مع الناس كلها. بصي انا طبعا لما الشوكولاته شدت عليها شويه قمت مقطعاها كده طرنشات، وده شكل الكيك من جوه الماربل او الشكل الرخامي، يجنن يجنن يجنن، تحفه يا جماعه، بجد وصفه خطيره 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 لعشاق الكيك. واخده مزيج من الشوكولاته على الفانيليا على الشوكولاته اللي فوق، طعمها ملوش وصف حرفيا، يعني يا جماعه تحفه تحفه تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله. كده الفيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، وصفه جديده. اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات، وانا بامر الله تعالى هرد على حضراتكم. اشوفكم على خير، مع الف سلامه.